اقترب إبراهيم دياز نجم ريال مدريد من اختيار المنتخب الذي سيمثله على المستوى الدولي. وانتشرت العديد من الأنباء مؤخرا تشير على أن دياز قرر اختيار المغرب على حساب المنتخب الإسباني. وذكرت صحيفة إيس الإسبانية أنباء انضمام دياز إلى المغرب ليست بجديدة، حيث يعمل الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي على إقناع اللاعب منذ وقت طويل، سواء كان ذلك خلف الكواليس أو علنيا. وأردف تمثيل دياز للمغرب بات أقرب كثيرا إلى الحقيقة، حيث إن اللاعب يعمل حاليا على إنهاء بعض الإجراءات قبل تمثيل أسود الأطلس، لكن ذلك لا يعني أنه يدير ظهره للمنتخب الإسباني. وأشار دياز: انتظر دائما إسبانيا، والآن المدرب لويس دي لافوينتي يعتمد عليه في القائمة المقبلة لفترة توقف في مارس المقبل. ولم يتلقى دياز مكالمة هاتفية من لافوينتي تؤكد هذا الاهتمام. في المقابل، قدم المنتخب المغربي مشروعا جذابا جدا لنجم الريال، وحصل على وعد بأن يكون لاعبا أساسيا مع المنتخب الوطني المغربي.